ماجيكس او ريفيل بوتس بيعملوا ايه؟ هو عباره عن بيرفورمانس ماركتنج تول، وعامله انتجريشن مع الاي اي، واوتوميشن تول برضو للميديا باينج. فالاقسام اللي موجوده: واحد، اوفر فيو عن الكامبينز اللي انت شغال عليها، بيجيب لك الكامبينز اللي شغاله بالادسيتس اللي شغاله، واسماء الناس اللي معاك في التيم، كل واحد عدل ايه وعمل ايه، وتبدا تشوف النتائج الكامبينز السابقه، وتقدر تشغل اعلانات من داخل السيستم ده، اللي هو عامل انتجريشن مع بزنس مانجر ميتا. القسم الثاني ان هو بيحلل النتائج السابقه، بيقول لك اكتر كلمه في الاستهداف في الانترست جابت معاك كونفرجن، وبيقول لك اكتر الكرييتيفز اللي جاب معاك كونفرجن، وبيحلل كل الكامبينز بنتائج ادفانسد بنسبه 70% مش موجوده في الداشبورد العاديه. يعني الداشبورد العاديه مش هتعرفك ايه الكلمه اللي في الاستهداف اللي جابت سيلز، دي موجوده هنا وموجوده في ريفيل بوت. بعد كده الجزء اللي يخصنا هننزل هنا هنلاقي حاجه اسمها 360 ميتا اوديت، فبندخل عليه بيجيب لك مثلا قسم زي الاستهداف، اكتر لاندنج بيج انت استخدمتها في الاعلانات جابت سيلز او كونفرجن، فبيبدا بالتوب لاندنج بيجز جابت كونفرجنز من الكامبينز السابقه، واكتر استهداف انت ركزت عليه. بعد كده في حاجه اسمها اوكشن انسايتس، اعلى بليسمنت اعلى ديفايس، دي مش مختلفه قوي عن البيزنس مانجر، بيجيب لك معلومات تفصيليه لكن مش ده الهيرو بتاع الاداه دي، البليسمنت والديفايس دي موجوده اوريدي. بعد كده عندك الجي والديمو، بيجيب لك تفصيله الجيوغرافيكس والدول اللي انت اشتغلت عليها والمدن، والبادجت اتوزعت ازاي، يعني كام في المية المدينه دي سحبت البادجت، وكام في المية سحبت البادجت بالشريحه العمريه وبالايدج او جندر مع بعض. الارقام دي تقراها وتاخد بيزد عليها قرار. قال لك مثلا الفيميل سن 25 دول اكتر ناس سحب بادجت، وتيجي تقارنها بنتائج السي ار ام تلاقي دول اشتروا برضو اكتر حاجه، فتعرف تركز عليهم في الكامبين اللي بعديها بكرييتيف مخصص ليهم. لو انت متخصص، لو انت مدير، لو انت صاحب بزنس ومحتاج تطور كذا تعمل كذا. بعد كده النقطه الحلوه قوي هنا اسمها كرييتيف انسايتس واد كوبي انسايتس، بيقول لك اكتر ديزاينز عملت كونفرجن قد ايه، واكتر كتابه للمحتوى بتاع الاعلانات كان السي تي ار فيه عالي وجاب نتائج بيعيه. الحته الاخيره على موضوع الانترست هنلاقي حاجه اسمها توب اودينس. توب اودينس فهيقول لك بناء على تقارير الكامبينز السابقه اكتر الكلمات والاستهدافات اللي انت استخدمتها هنا، وعملت لو انت اي كوميرس عملت رؤاس قد ايه، وصرفت قد ايه، وعمل سي تي ار قد ايه، ودي انجح الكلمات بتاعتك. هتيجي بقى تستفيد من معلومه زي دي طبعا قويه في ايه؟ يعني انت ممكن تيجي تاساين ان دول احسن خمسه مثلا كده، هينزلوا تحت هنا بالشكل ده ان دول احسن كلمات انت استخدمتها في الاستهداف السابق، وتختارهم وتبدا تعمل لونش كامبين جديده بنفس الكلمات دي، وتزود البادجت على الكلمات دي، فبتديك انسايتس هتكمل على ايه الفتره اللي جايه بالاي اي. بعد كده ديسكفر نيو انترست بناء على الكلمات السابقه، ففي كلمات انت ما استخدمتهاش، ومن وجهه نظر الاي اي في التول ان الكلمات الجديده دي هتساعدك في الكامبينز الجديده، وتشوف الكونفرجن بتاعها هيبقى عامل معاك ازاي، زي حاجات ليها علاقه بالتكنيكال سيرفيسز ما جربناش قبل كده في المجال ده، زي حاجات ليها علاقه بالماركتنج اوتوميشن ما كناش بنستخدم الكلمه دي، زي حاجات ليها علاقه بالريتيل بيج ادمنز، وهكذا. اخر حاجه في الجزء ده الاوتوميشن. الاوتوميشن عشان قولا واحدا نبقى فاهمين قصته ايه. هنا انا في الميديا باينج مش مع ان انت توتوميت الكامبين كامله، لسه ما وصلناش للمرحله دي، لكن انا مع اوتوميشن رولز، ان انت امتى توقف الكامبين، امتى تزود البادجت اوتوماتيكلي، امتى تقلل البادجت. فانت بتدخل هنا هتلاقي حاجه اسمها نيو اوتوميشن، هيجيب لك احتمالات الاوتوميشن، عايز تقلل خسائر، تزود ارباح، تعمل سكيلينج للكامبينز، بتختار الحاجه بتاعتك، بتطور نتائج الكامبينز الناجحه، ولا عايز توقف الكامبين اصلا، ولا عايز تعمل ايه. فوليكن سكيل ويننج كامبينز، ان انا اعمل سكيلينج على الحملات الاعلانيه الناجحه. هتختار التاسك ايه؟ انكريز بادجت، زودها زي ما انا شرحت بقى 5% 10%، وبتحدد الايام اللي انت كل كام يوم هتزود البادجت، وتقول الكونديشن يعني امتى يزود البادجت. هل في حاله الرؤاس مثلا كان اكتر من اتنين فزود البادجت مثلا اوتوماتيكلي، ولا عناصر اخرى انت عايز تزودها زي السي تي ار او غيره. فانت بتقول التاسك اللي هيعمل لها اوتوميشن وايه الكونديشن اللي يحصل عشان يزود البادجت. فنصيحتي انك تستخدمها في انك تقلل الخسائر او توقف امتى الكامبين كمرحله اولى، تتاكد ان الدنيا معاك تمام مفيش مشكله. بعد كده ممكن تستخدمه في السكيلينج زي المثال ده، يعني ما تبداش على طول بالسكيلينج، اعمله مانوال، تطمن ان الاوتوميشن شغال معاك تمام، ابدا بعد كده جربها في السكيلينج استراتيجي.